من يوم رمضان قررت اسال العيله المحنكه بتاعتنا سؤال مهم جدا. قلت لهم انتوا مش ناويين تتابعوا اي برامج مسابقات السنه دي؟ فردت عليا احد اهم العناصر المحنكه عندنا في العيله وقالت لي ايوه طبعا ما فيهاش كلام، احنا ناويين السنه دي نتابع محمد رمضان. بصراحه جيتوا الحق، انا الاجابه اثارت فضولي. محمد رمضان قرر يبطل يدور على ابنه ويخش في دايره برامج المسابقات، فاكتشفت انه عامل برنامج جديد اسمه مدفع رمضان. البرنامج ده يعني قايم على انه هو بيلف محافظات مصر كلها وتقريبا يعني زي ما تقولوا بيحقق احلام بعض الناس. المهم اني اكتشفت ان رامز جلال كمان غر منه، قرر هو كمان يعمل مسابقه في البرنامج بتاعه. لحد علمي كنت فاكره ان برنامج رامز ده برنامج مقالب، بس شفت انه بعد ما البرنامج بيخلص او في النص مش فاكره اطرح سؤال على المشاهدين علشان يكسبوا فلوس. الحلقه بتاعت امبارح هو طرح سؤال ايه لون شراب الفنان احمد العوضي. المهم يعني انها مسابقه. الموضوع اثار فضولي بصراحه، هي فكره المسابقات او برامج المسابقات عموما دي جت للناس منين؟ فانا الحقيقه اكتشفت لكم اكتشاف مذهل بصراحه. اكتشفت ان حوار الشغف وراء المسابقات وان الناس تكسب حاجات ايا كان شكلها ايه ما كانش مقتصر على العصر الحديث، هو كان من اول العصور القديمه تماما. فاكتشفت انهم من اول العصور الفرعونيه القديمه او مرورا بالعصور الحديثه زي العصور القبطيه والعصور الاسلاميه وغيرها، انهم كانوا بينظموا مسابقات، سواء كانت المسابقات دي اجتماعيه او مسابقات دينيه، عشان يمرروا كده شيء معين داخل عقول المستمعين. اعرفك حاجه في دينك او اخليك تحفظ حاجه معينه في الدين، كانوا بيعملوا ده في صوره مسابقه. الموضوع فضل بقى يتطور باشكال مختلفه لحد ما وصلنا مثلا للولايات المتحده الامريكيه. تاريخ اعتبر برنامج كويز شو اللي اتعمل في الولايات المتحده الامريكيه سنه 1941 باول برنامج اذاعي يعرض مسابقات في التاريخ. مناسبه كان بيقدمه مذيع اسمه هو ألبرت وكان بيتذاع في الراديو. بس الموضوع ابتدى يتطور تدريجي لحد ما وصلنا للخمسينات والستينات. ابتدى يظهر برنامج في الولايات المتحدة برضو اسمه Who Wants to be a Millionaire اللي لسه له شعبية لحد النهاردة. لكن علشان تنقل الموضوع ده مصر فالدخلة كانت غريبة شوية. بداية في مصر كانت سنة 1955 لبرنامج الفوازير الرمضاني الأول في مصر، ايد مذيعة الراديو المشهورة وقتها امال فهمي. ابتدت تتنقل من الراديو للتلفزيون سنة 1967 تقريبا. بدت الفكرة تتفشى في مصر وابتدى يبقى فيه اشكال كتير قوي لبرامج المسابقات دي، بس برامج الفوازير اللي بتيجي في رمضان بدأ يتعمل برامج حتى المذيع ممكن ينزل الشارع يسأل الناس اسئلة ويكسبهم فلوس، زي مثلا البرنامج المشهور كلام من ذهب للاستاذ طارق علام. من اشهر برامج المسابقات وقتها اللي ابتدى يخلى زربيح بعد كده من البرامج اللي لها علاقه بالمسابقات دي. بقى برامج كتير قوي لغايه ما وصلنا لبرنامج الاستاذ محمد رمضان. الفرقه بقى الوحيده في الحوار ده ان انا ولا مره اشتركت في البرامج دي وكسبت، او ساعات كتير بيبقى معيش رصيد اشترك اصلا. قررت انه اشمعنى انا مستون قرر ان هو يعمل لكم برده مسابقه في نهايه الحلقه 30 يوم ب 30 سؤال في اخر كل حلقه، ويبقى فيه فايز واحد بس في اخر الشهر. السؤال بتاع الحلقه دي هو انه المفروض ان انا كنت لابسه حاجه غريبه وانا بقدم الحلقه ودلوقتي بقتش موجوده. هتجمعوا اجاباتكم وهتبعتوها لي على الدي ام في المكان التاني اللي هيظهر صورته هنا دلوقتي، وفي اخر الشهر هنجمع اكتر حد جاوب على الاسئله وهيكسب جايزه حلوه جدا. بس كده، سلام.